السلام عليكم. وبعد ما احنا حلينا مشكلة مجتمع الميم وهنحدد الماتش بصورتنا، خلاص مصر رسميا هتلاعب ايران كمان كام ساعة بالظبط يعني. وهوبا الله 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 يا بلاد الله. هدف الأول للسنغال. بدأنا، فاحنا نبدأ الأول بتحليل لأداء إيران. جاهزين يا شباب؟ أهلا بكم في الحلقة الأولى الرسمية من حكايات في التسعين. معاكم أنس محمد ويلا بينا. ملحوظة يا شباب إن أنا بتفرج على ماتش السنغال والعراق دلوقتي وأنا بصور، يعني أنا ممكن يعني في الكاتس، يعني لما أعمل مشاهد كات بكون بتفرج على ماتش السنغال. يلا يا عراق بقى بوس إيديك يا جدع. ماشي، انا دلوقتي بصور بعد الجون الاول مباشره للسنغال، فربنا يستر بقى. بس لحد دلوقتي احنا خصمنا المحتمل كوريا الجنوبيه، يعني منتخب في الحنين منه. اي نعم عنده كيم من جاي وسون هيونج مين، بس قشطه يعني. عامة نرجع لموضوعنا، نركز على الحاضر وبعدين نسيب المستقبل بقى. دلوقتي هنحلل اداء ايران الخاص بماتش بلجيكا وماتش نيوزيلندا. اتكلمنا عليها في من كام يوم ديت، فاكرينها؟ ما عدش اسبوع بس فاكرينها. ادوني منتخب ايران كده بقى بالساهل. اولا منتخب ايران بيعمل لك ريمايند كده لاداء منتخب مصر سنه 90، اللي هو ايه؟ اكتر كوره كلحه في تاريخ كاس العالم. اللي هو ايه؟ ان انت تعتمد على الدفاع بشكل كامل، ولا تهاجم ولا تعمل اي حاجه. بس الاختلاف ما بين ايران 2026 ومصر 1990 فرق السماء والارض. ايران معتمده بشكل اساسي على الكرات الثابته، مصر يعني على الله ان شاء الله. بس مصر سنه 90 كانت بتعتمد على الحرامبول بشكل زياده عن اللازم، وده اللي ساهم في كره الهدف الملغي لايران على بلجيكا في الجوله اللي فاتت، واللي مهد لنا الطريق ان احنا نبقى اول مجموعه. لكن في حيله بسيطه كده في ايران، ان الكرات الثابته لو بتكون قريبه من الحارس تبقى بالنسبه لهم ضربه جزاء كده، ما تسالش ازاي. الضربه الركنيه يا ضربه جزاء كده، رمي التماس من قريب من الجول يا سلام. بيعاملوها معامله الضربه الركنيه رمي التماس دي بالذات. فاحنا لو عايزين نقلل من خطورتهم محتاجين نقلل الفاولات ورميات التماس والركنيات اللي في صالحهم، لان نوعا ما لعبهم مشابه للعب نيوزيلندا اللي هو بيعتمدوا على الطول بشكل اساسي بغض النظر عن اي حاجه تانية. باختلاف طبعا ان نيوزيلندا على الاقل عندها كريس وود، واللي برضه حديت من خطورته. فما دام انت حديت خطوره اهم لاعب في نيوزيلندا اللي هو برضه طويل بيعتمدوا عليه في الكرات الهوائيه، فايه اللي يمنع ان انت تقف راس براس قدام لعيبه ايران؟ بس اعيد واكرر، بلاش اي حاجه قريبه من ال 18 كرات ثابته، ركنيات، رمي التماس، فاول من قريب، ان شاء الله فاول من عند الجول بتاعهم. لا خالصين. بوسيبل ريد كارد، لا حول ولا قوه الا بالله. لمين؟ لا دي فيها حبس 5 سنين دي، معلش. طرد للعراق. ايران بتعتمد على الكرات الثابته ديت احنا متفقين عليها، فاحنا لازم نقلل من الكرات الثابته. مش بقول لك تلغيها، لان الغاء ديت مستحيله، تقللها على قد ما تقدر وما تكونش خطيره بالشكل اللي كان في ماتش نيوزيلندا لما جابوا الجون. بس حسام حسن قال تصريح كده خلاني اقول ان احنا مش هنلعب شكل متحفظ دفاعي بحت النهائي في ماتش ايران. في المؤتمر الصحفي قال حسام حسن ان احنا بنلعب على الفوز بس مش هنتعادل. الدرس مستفاد من التصريح ده ان انت هتلعب هجوم طول الماتش من غير توقف وبنفس الروح بتاع ماتش بلجيكا ونيوزيلندا، لانه قال هلعب على الفوز بس. احنا نعمل ايه؟ نركز على نقاط قوة ايران، بعدين نستغل نقطة ضعفهم لصالحنا اللي هي ايه؟ هما لما بيدافعوا بيبقوا كله ورا، صح؟ يعني ايه اسلوب حرام بول يعني عادي. بس بقى لما بيعملوا هجمة لعبتهم السريعة، فلما يقلب كاونتر اتاك او هجمة مرتدة تبقى قاتلة ليهم وفي مساحات بتبقى ورا. فاحنا نستغل سرعات امام عاشور وعمر مرموش، على الرغم اخبار بتقول عمر مرموش مش هيبقى اساسي، بس انا في رايي يخليه شوط واحد على الاقل كابتن حسام.
يشوفوا لو طلع كويس يبقى نخليه، ولو ما طلعش كويس نبدله. مثلا الشوط التاني بحمزه عبد الكريم، الراجل اثبت الولد اثبت جدارته عادي. فاحنا المفتاح بتاعنا عمر مرموش، امام عاشور، بس غير كده ده الدنيا هتبوظ. طبعا يعني مع الحفاظ على نفس التشكيله اللي كان بتلعب في الشوط الثاني نيوزيلندا، اللي هي ايه؟ عمر مرموش جناح يمين، زيكو وصلاح في العمق، وامام عاشور نازل كصانع لعب، ومحمد هاني واخد راحته ناحيه اليمين. مع برضو يعني نبقى نحاول كده ما نستنزفش مروان عطيه، لان هو واخد انذار من ماتش نيوزيلندا، واللي بيصرف التشكيله بيقول برضو ان مروان عطيه مش هيبقى اساسي في ماتش بكره. بصراحه يعني لو مروان عطيه فعلا مش هيبدا اساسي في الماتش، يعني هو حسام حسن هيبقى له وجهه نظر، الراجل واخد انذار وهو مركز 6، فخبطه كمان مع السلامه. وطبعا ده غير الاصابات، حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، ربنا يرجعهم بالسلامه يا رب. وبس كده يعني. بالنسبه بقى لتوقعاتي، ان شاء الله فوز مصر بنتيجه 2-1 بس، اديني قلت. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما يبقى فوز مصر التاريخي اللي وقتها نتأهل دور 32 ان شاء الله، مركز اول متصدر مجموعته، متصدر مجموعته بس برضه يعني دي مغرب، فاحنا نتأهل لل 32 وبنسبة 100% هنلاعب كوريا الجنوبية. ولو ان شاء الله كسبنا كوريا الجنوبية هنلاعب الكسبان من امريكا والبوسنة والهرسك. البوسنة والهرسك اللي علمت على قطر اول امبارح، ايوه هي دي. فبس كده، ديت نهاية الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.